عايز تبقى فاهم شبكات بجد؟ يبقى لازم تبقى فاهم كويس أوي يعني إيه OSI model Open System Interconnection. لو أنت بتدرس شبكات وفي حد قال لك احفظ ال OSI model يبقى هو كده ظلمك. تعال أقول لك ليه؟ لأن ال OSI model مش معمول بس للحفظ، ده معمول عشان يفهمنا كويس أوي رحلة الداتا أو البيانات من جهاز لجهاز. يعني بمعنى أصح لما بتبعت بيانات من جهازك لجهاز تاني، البيانات دي مش بتخرج وخلاص، البيانات دي بتتم بسبع مراحل كاملين أو 7 layers. تعالوا بينا نعرف المراحل دي وكل مرحلة بتعمل إيه في البيانات. هنبتدي بالمرحلة السابعة وهي الابليكيشن لاير، ودي المرحلة الأقرب للمستخدم. يعني إيه؟ زي مثلا الواتساب أو الميل اللي إحنا بنتعامل عليه أو أي ابلكيشن أنت بتتعامل عليه، ده أقرب حاجة ليك. أما بقى المرحلة اللي هي الستة اللي هي بنسميها presentation layer، ودي بتكون عبارة عن تجهيز للداتا أو للبيانات، بمعنى إن هي ممكن تعمل لي مثلا ضغط للملفات أو حماية للملفات. أما المرحلة الخامسة وهي السيزون لاير، ودي مسؤولة عن تنظيم الجلسة بين الجهازين. يعني تفتح الجلسة وبعد ما الجلسة تخلص تقفلها تاني، شغل تنظيمي فقط مش أكتر. ندخل على المرحلة الرابعة، ودي بيدخل معانا فيها ال TCP وال UDP، ودول أهم بروتوكولات في نقل البيانات. المرحلة دي بتعمل إيه في البيانات؟ بتقسم البيانات، بترتبها، بتبعتها بسرعة، وبتتأكد كمان من الوصول. يعني تقول ميكس كده ما بين ال TCP وال UDP على كل حسب الوظائف بتاعتهم. يعني ميكس ما بين السرعة والجودة. رقم 3 وهي النيتورك لاير، ودي أهم طبقة في الطبقات. ليه أهم طبقة؟ لأن هنا بيظهر الاي بي ادرس، وكمان بتحصل عملية الراوتنج، يعني بيتم تحديد أسرع طريق لنقل البيانات، وكمان الراوتر بيشتغل في المرحلة دي. أما الداتا لينك لاير، ودي المرحلة التانية أو الطبقة التانية اللي بيتم التعامل فيها بالماك أدرس. يعني دي مرحلة السويتش، وبيتم نقل البيانات من جهاز لجهاز آخر عن طريق السويتش في المرحلة أما دي. الفيزيكال لاير، ودي المرحلة الأخيرة ورقم واحد، وهقول لك ليه أنا ابتديت برقم 7 ونهيت برقم واحد. خليك معايا. الفيزيكال لاير يعني هنا بنتكلم عن الكابلات وعن الإشارات الكهربائية وعن الفايبر أو الأوبتيكال فايبر، وبنتكلم كمان عن النقل الفعلي